احلى فطار مصري اصيل، الطعميه المصريه لا يعلى عليها. هنعملها النهارده ان شاء الله من غير لا كب ولا مفرمه. وكمان هوريكم ازاي تعملوا الطعميه المحشيه اللي هي بتتباع راس كده وبيبقى تمنها غالي، مش عارفه ليه. فهوريكم ده وهوريكم ده ان شاء الله. اول حاجه انا جايبه ربع كيلو فول مدشوش بنقعه 7 ساعات، وبعد كده باخده اشطفه واصفيه. بجيب بقى الخضره عندي ايه، بستعمل كرات وفلفل وتوم وبصل بس مش اكتر، لا بحط لا كزبرة ولا بقدونس ولا شبت. هي بس طعمها بيبقى طعم الكرات الاصلي كده، هو ده اللي بيدي طعم الطعمية اللي هي بتاعة المطاعم. طبعا الكرات بننقعه كويس قوي، بننضفه كده لان بيبقى فيه طينة كده في العيدان بتاعته. انا بصراحة بمسكه عود عود وبنضفه يعني. بعد كده بقى بجيب الخضرة بتاعتي. هنعملها فين؟ هنعملها في شفشق الخلاط، لا مفرمة ولا كبة. وهتتعمل معانا في 5 دقايق بالظبط. هقطع الخضرة، هقطع البصل والكرات والفلفل. قرن الفلفل ده بيديها طعم حلو قوي برضو. واحط الفصوص التوم بتاعتي، واروح حاطه عليها ربع كوبايه ميه بالظبط. ما نكترش الميه عشان الطعميه ما تفكش مننا، يا دوب ربع كوبايه ميه عشان الخضره بتاعتي تلف في الخلاط. اشغلها بقى وانا عايزه اطحن الخضره قوي الاول، يعني لازم الخضره تتفرم كويس الاول. بعد كده هحط الفول، بس اوعي تحطي الفول مره واحده لان الخلاط كده يتحرق مني. هنحط شويه بشويه، وبعد كده ونفرمها. هنيجي بقى لما نخلص بقت الكمية هتحسي ان الخلاط تقيل. تشغلي الخلاط شوية وتطفيه شوية، يعني تقلبيها كده تجيبيه من تحت لفوق، وبعدين تشغلي الخلاط شوية وتطفيه شوية زي كده. اوعي تشغلي الخلاط على طول عشان يتحرق منك وترجعي تدعي عليه بعد كده. هنقلبها لغاية ما نتأكد ان الفول كله اتفرم وبقت طالعة معانا ناعمة بالشكل ده كده. بصوا بقى ما شاء الله زي الفل. وما تكتروش الخضرة لأن الطعمية لما بتبقى خضرتها كتير بتسود لما بتتقلي. هنبتدي بقى نتبل الطعمية. أنا هنا بحط لها ملح وكزبرة ناشفة بس، ما بحطش ولا فلفل ولا كمون، ملح وكزبرة ناشفة بس. وندوق طبعا الملح، نشوف لو محتاجة ملح تاني نزود لها. الطعمية لما نشيلها في الفريزر ونيجي نطلعها، لازم بعد ما نطلعها نضربها بمضرب زي كده علشان ندخلها هوا وما تبقاش مكتومة. وما تحطوش كربونات ولا الكلام ده كله عشان برضو بيخليها تسود وتشرب زيت. طيب بالنسبة بقى للحشو بتاع الطعمية المحشية اللي زي كده، انا بجيب في طاسة بصلاية وبقطعها صغير قوي، وبعد كده بدبلها بخليها تدبل، واحط لها كمون وملح عشان الاول ما ريحتهم تطلع كده والبصلة تدبل معايا. احط عليها معلقة كبيرة من الصلصة او اللي هي معجون الطماطم. وبعد كده احط لها شطه، وما تقوليش بقى انا ما بحبش الشطه او ما بناكلش الشطه. هي الحشوه بتاعتها لازم يبقى فيها شطه وشطه كتير كمان. فلو ما بتاكليش الشطه خلاص ما تعمليش بقى الحشوه دي، ملهاش لازمه. طبعا واحنا بنقلي الطعميه لازم نبل ايدينا ميه. والحشوه دي لازم تكون بارده جدا، يعني نسيبها تبرد، ما نحطهاش وهي سخنه في الطعميه. بعد ما تبرد كويس قوي احط بقى حته في الطعميه كده واغطيها، وابتدي بقى اسويها واقليها في زيت يكون سخن قوي. طبعا عند بتوع الطعمية بيبقى عندهم الطاسة الواسعة دي، بيبقى معمولة من زهر تقريبا، مش عارفة، تبقى معمولة من مادة كده بتوزع الحرارة كويس يعني. لكن احنا بنقليها في طاسة البيت العادية. نقلبها بقى طبعا على الجنبين، وبعد كده بقى تبقى معانا بقى حمرة، تاخدوها على حسب اللون اللي انتوا عايزينه. وده كده بيبقى شكلها. بصي بقى ما شاء الله مقرمشة من بره وتحفة، طعمها تحفة من جوه. عايزة اقولك على نصيحة كمان. وانتي بتقلي الطعمية ما تخنيهاش عشان ما تبقاش معجنة من جوه، بالذات السادة. السادة يعني حاولي تبططيها وتخلي القرص صغير شوية علشان خاطر ما تبقاش كلها عجين من جوه، يبقى طعمها مش حلو. دي كده الطعمية طبعا كانت سخنة بقى لسه نازلة. دي كده الطعمية المحشية والطعمية السادة وشوية سلطة بقى وبصل وعيش، وأحلى فطار مصري ممكن تاكلوه. أنا بالنسبة لي طعمية الفول أحلى من طعمية الحمص بكتير. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب بقى تكونوا استفدتوا منه وتعملوه وتطلع معاكم كويسة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.